بيان إلى الرأي العام. نحن مكتب المرأة في حركة المجتمع الديمقراطي تفدم والاتحادات والغرف المنضوية تحت سقفها نناشد الرأي العام والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان لإعطائنا معلومات عن وضع القائد عبد الله أوجلان الذي يعيش في عزلة مشددة في سجن إمرالي منذ أكثر من 24 عاماً. ورغم هذه العزلة شددوا التجريد منذ أكثر من 22 شهراً تهرباً من المسؤولية الأخلاقية. نطالب لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية حول الانتهاكات القانونية التي تقام بها دولة الاحتلال التركي الفاشي بحق القائد عبد الله أوجلان، ونحن كنساء ومكونات شمال وشرق سوريا نريد أن نسمع خبراً عن قائدنا أو تفسيراً قانونياً يبرر لنا الكتمان والغموض الكبير إيذاء ممارساته الفاشية بمنع محاميه من مقابلته. نحن كنساء من جميع المكونات لن ننسى ما قدمه القائد للمرأة، لأن النسيان خيانة، ونطالب بإنهاء العزلة المستمرة على حرية القائد، لأن حرية القائد هي حرية المرأة، ونؤكد بأن حرية القائد مفتاح الحل لجميع قضايا الشرق الأوسط. ونكرر بكسر العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان وتحقيق حريته الجسدية، لأن الدولة التركية المحتلة تقوم بممارسات لا إنسانية من خلال تعذيبها النفسي بحق القائد. لا نقبل هذا العمل الممنهج والمعارض لبنود المادة رقم 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب المعلنة انسجاما مع المبادئ في ميثاق الأمم المتحدة. يجب الإسراع في اتخاذ تدابير بموجب القانون الدولي وبما يكفل تعزيز ثقة الشعوب في المجتمع الدولي، والعمل على إنهاء العزلة المفروضة على القائد وتمكين محاميه من اللقاء به وأطلاق سراحه في أقرب وقت ممكن. وعلى المنظمة الدولية أن تبادر لتدخل ووضع شروط من أجل الصحة والرعاية الطبية للقائد عبد الله أوجلان. نرفع هذا البيان للرأي العام أمام المسؤولية التاريخية إيذاء القائد بتقدير مشاعر الحقيقة ورأينا الواضح لإتاحة الفرصة من اللقاء بالقائد عبد الله أوجلان وحريته الجسدية، فإن حرية القائد هي من حرية كافة الشعوب والمكونات في شمال وشرق سوريا وخاصة المرأة. سنواصل كفاحنا حتى نضمن الحرية الجسدية للقائد آبو، وسيكون النصر حليف جميع الشعوب التواقة إلى الحرية والمساواة. الحرية للقائد عبد الله أوجلان، لا حياة بدون القائد الخزي والعار للدولة التركية الفاشية. حرية القائد من حرية المرأة وحرية المجتمع بأكمله.